بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله بمناسبة شهر رمضان الكريم، ربنا يعود علينا وعليكم وعلى الأيام بخير يا رب. فقلنا بقى نعمل زبادي، عشان طبعا السحور ما ينفعش من غير زبادي. فلازم أهم حاجة نعملها في رمضان طبعا الزبادي عشان السحور. فإن شاء الله هنعمل النهاردة طريقة الزبادي بطريقة سهلة وجميلة، وهنقول على سر نجاحها وسر تماسكها، وإزاي بنعملها أحسن كمان من المحلات إن شاء الله، وأحسن من المصانع والشركات بإذن الله. وفي وقت قصير جدا، مش هتاخد مننا أي وقت، وبطريقة سهلة وجميلة ومش مكلفة خالص يعني. وبإذن الله هتدوق الزبادي، مش هتلاقوا فيها طبعا بقى اللسعة اللي كنا بنحبهاش عشانها ديت. لا، هتلاقوها جميلة وطعمها كده يعني مدي تسكرة حلوة، مش مسكر بس، طعم اللبن اللي جميل، وطبعا بيكون طازة وحلو. وإن شاء الله يعني تعجبكم وتنول رضاكم بإذن الله. وشوفوا لونها، يعني شوفوا هي كريمي خالص وسهلة وبسيطة، ومكونات طبعا نظيفة. تعالوا نشوف إن شاء الله هنعملها إزاي. إحنا هنبدأ بحاجة الأول، بكيلو الأول بس. هنجيب كيلو لبن، طبعا ده لبن جايبينه من الفلاحين، يعني مش لبن مش معلب اللي هو بخيره اللي بيجي من سوبر ماركت، لا دي لبن من بنجيبه من البلد يعني. فجايبين دلوقتي كيلو لبن. بنولع عليه النار وطبعا نغليه. لازم يغلي كويس جدا. ومش من اول ما يغلي كده نطفي عليه النار، لا بنبدأ نهدي النار وبنسيبه يغلي في حدود 5 دقايق 10 دقايق، عشان لو في اي ميه في اي حاجه تطلع على هيئه البخار. فهنقعد بقى نغليه، نهدي ونحوشه ونهدي والنار خالص لحد بقى لما يغلي مدة كويسة، يعني مدة كفاية. وبعدين بقى بنسيبه يبرد. طبعا احنا لما نيجي نعمل الزبادي ما بيكونش اللبن سخن، لان لو هو سخن طبعا هيفسد الزبادي ومش هتبقى زبادي، هيفسد يعني. ولو هو ساقع برضو الخميرة مش هتشتغل، فبالتالي برضو الزبادي هتبوظ. يبقى اللبن عايزينه زي رضعة البيبي، يعني حاجة دافية تحط صباعك فيه، يكون تقدري تتحمليه. يعني لو سبت صباعك فيه كده لمدة تعدي من 1 ل5، أو حاجة تقدري تتحمليه، مش تحطيه وما تقدريش تتحمليه. لا لازم ياخد معاكي وقت ويكون دافي، فبالتالي تضمني ان تكون الزبادي ناجحه. يبقى اول حاجه يكون اللبن مغلي، ومغلي وقت كبير خالص، يعني ياخد راحته في الغليان، يعني مش من اول ما يغلي تطفي، لا يغلي شويه حلوين. وبعدين تطفي عليه وتسيبيه بقى يبرد، ما يبقاش بارد وما يبقاش سخن، يكون دافي تقدري تتحمليه. دلوقتي احنا كده غلينا اللبن، قعد على النار في حدود 10 دقايق، او على الاقل مثلا 7 دقايق، وبعدين طفيت عليه النار. وتسيبيه بقى دلوقتي هنسيبه يبرد شوية لحد يعني ممكن ياخد له ساعة، بما ان الجو برد يعني فما بيغيبش، بيبرد على طول. اما في الصيف ممكن يتأخر شوية، فبنسيبه يبرد لحد لما نشوف الكوباية كده من بره الألمونيا دي، نلاقيه نلاقيها سخنة، ومن جوه دافي، ما يبقاش سخن او ساقع. ودلوقتي بقى بعد ما اللبن يعني حسيت ان هو دافي، بنقوم بقى هو بقى يعمل وش كده قشطة على الوش. فبنجيب بقى المعلقة وبنحش. ليه بقى؟ على اساس لما تبقي تعملي الزبادي مبقاش فيها اي تكتلات، يعني تكون ناعمة، مبقاش فيها يعني تكتلات. يبقى بناخد القشطة اللي على اللبن، هي طبعا بما انه احنا ما حطيناهوش يعني في التلاجة، فما بيعملش قشطة كتير، يعني حاجة بسيطة كده. بناخدها وبنحط عليها كمان قيمة نص كوباية لبن، قيمة نص كوباية لبن. يبقى احنا خدنا القشطة بتاعة اللبن وحطينا عليها نص كوباية لبن. وبننزل بعلبة الزبادي دي، علبة زبادي المراعي اللي هي 110 او 105 تقريبا جرام. دي زبادي المراعي، يعني يا المراعي يا اللي انت تحبيه، دانون او اي حاجة، بس يعني دول افضل حاجة يعني تعمل جيبيها. يبقى احنا جبنا اللبن اهو،
وحطينا فيه علبة الزبادي، وهنحط فيه معلقة صغيرة سكر أبيض ما يكونش أسمر، وهننزل فيه بكيس لبن بودرة في حدود معلقة كبيرة لبن بودرة أو معلقة وشوية. يبقى دي كيس لبن بودرة، ونزلنا بعلبة الزبادي وبمعلقة سكر صغيرة مش كبيرة على الكيلو اللبن. يبقى معلقة سكر صغيرة على الكيلو اللبن، وكيس لبن نيدو في حدود معلقة أو معلقة ونص، وعلبة الزبادي، ونقلب الخليط مع بعضه كويس. لو انتي حاسة ان هو مش هتقدري ان يتقلب كويس او ينعم، تضربيه في الخلاط. فبما اني ما ضربتهوش في الخلاط بقى، فخفت برضو يكون في تكتلات، فقلت اصفيه، فجبت المصفى. ما رضيتش ان انا انزل بيه على طول على اللبن مباشرة. خفت يكون فيه لسه في حاجة، يعني انا ما شغلتش الخلاط، كسلت. بس هو الافضل تعملها في الخلاط، يعني تاخدي المكونات دي كلها تضربيها في الكبه، تضربيها في الخلاط، تعملها بالهاند بلندر، اي حاجه، بس المهم ان هي تحسي ان هي بقى نعمت قوي. فانا خفت احطها على اللبن يكون تكون لسه فيها تكتلات بسيطه، او القشطه تكون لسه ما دابتش كويس، فصفتها، دي اضمن يعني ليا. فعشان كده اللبن القوام بتاع الزبادي كان ناعم خالص وجميل. دلوقتي هنقلبه اهو، يعني بسم الله ما شاء الله، ما فيش لا تكتلات ولا في اي حاجه خالص، ناعم وجميل. دلوقتي احنا كده خلاص، كده الزبادي خلصت. كل اللي علينا بقى ان احنا هنجيب الكوبايات او الاطباق، او اي حاجه انت هتحطي فيها عندك اللي تجهزيها. يبقى جبنا الصينيه يكون لها يعني حافيه كده عاليه شويه، وحطيناها دلوقتي بقى، صبناها في الكوبايات. طبعا الكوبايه دي كبيره، يعني انت تشوفيها من بعيد تحسي انها صغيره، الكوبايه دي كبيره، بتاخد قد المج بتاع الشاي اللي هو المعتاد، اللي هو ال 200 مللي ده. فالكوبايه دي كبيره، فانا حطيتهم على 6، بس حسيت ان ان الكوبايه في كوبايات ناقصه، والكوبايه الاخيره دي ما فيش فيها الا شويه صغيرين، فقسمتهم على الخمس، خدت الكوبايه الناقصه دي وكملت اللي هم الكوبايات الناقصه، عملتهم 5 كوبايات. وكنت مسخنه ميه، يعني قبل ما تغلي، يعني تسخنيها قبل الغليان بشويه، يعني ما تبقاش لا بتغلي ولا تبقى دافيه، لا تكون سخنه، ميه سخنه. فدلوقتي انا جبتها وحطيتها، وخدت الكوبايه اللي هي ال6 ديت وزعتها على الكوبايات، وحطيت معلقتين 3 خل. ليه الخل؟ على اساس ان الصينيه ما تزرقش، الصينيه ما تزرقش. يبقى بقى دلوقتي بقى جبتهم عشان اغطيهم باللي هو الاسترتش. هو كان ممكن ان انت تغطي الاسترتش على الصينيه كلها، بس بقى الفكره دي ما جاتش في دماغي. يعني ممكن تجيبي الاسترتش دي وتقومي مغطيه الصينيه بالكوبايات بحالها كده، وتقومي حاطه فوقها الفوطه. بس هي انا عملتها غطيت كوبايه كوبايه. وفي كمان يعني فكره تانية برضو، انا جربتها قبل كده، ان انت ما تحتاجيش للميه السخنه خالص. بمجرد ما بتعملي، بتقومي جايبه الصينيه حاطه فيها فوطه من تحت، دي طريقه ودي طريقه يعني. تقومي جايبه حاطه الفوطه من تحت، وحاطه فوقها الكوبايات، ومغطياها بستريتش، ورق استريتش او ورق زب او مناديل، وتقومي مغطياها بالفوطه، وتقومي مغطياها بالفوطه، وبتسيبيها تركنيها على الرخامه، تركنيها في اي مكان، برضه هتتماسك وتبقى كويس. دلوقتي بقى بعد ما حشت الكوبايات من الميه، هي متماسكه جدا وجميله، لسه ما حطيتهاش في التلاجة. انا بجد بعد يعني ساعه او ساعه ساعتين لقيتها اتمسكت. فانا بقول لكم دلوقتي هي متماسكه وجميله خالص اهي، وانا ما حطيتهاش لسه في التلاجة دي، بس بمجرد ان انا سبتها من بالليل. انا عملتها في حدود الساعه 12 وحشتهم الساعه 7، حشت منها الميه الساعه 7، متماسكه وجميله جدا وزي الفل. فقمت بقى دلوقتي هغطيهم بقى بالاسترتش وندخلهم التلاجة. لازم تقعد في التلاجة أقل حاجة. دخلتهم التلاجة من الساعة 7 لحد الساعة كام؟ لحد الساعة 12 الظهر، 12 الظهر خرجتهم. كانوا طبعا دلوقتي هتشوفوهم، كانوا طبعا متماسكين جدا، وهم دلوقتي متماسكين. لو قلبتيها برضو وحركتيها متماسكة، ما بتنزلش ولا حاجة. بس كده وخلاص. عملناهم بقى، هنحطهم بقى في التلاجة، بيقعدوا في التلاجة مثلا في حدود أقل حاجة خالص 4 ساعات. وهنطلعهم بعد كده، هتشوفيهم أنا لفتهم أو غطيتهم بورق استرتش، وبعدين هحطهم في التلاجة بإذن الله. هنخرجهم على الساعة كام؟ على الساعة 12 الظهر، بيكونوا متماسكين ومظبوطين جدا.
وبسم الله ما شاء الله يعني ناجحين. ان شاء الله جربوا بس الطريقه دي، وهي باذن الله هتكون ناجحه معاكم وجميله جدا. دلوقتي بقى بعد ما خرجتهم من التلاجة، انا خرجتهم الساعه 12 الظهر، زي ما انتم شايفين متماسكين، القوام كريمي، مفيش عليها اي ميه، مفيش اي حاجه خالص، يعني متماسكه، مفيش عليها، يعني ناشفه وجميله، والقوام كريمي، وطعمها والله العظيم طعمها بجد، انا ما بحبش الزبادي قوي، بس والله لما دقتها طعمها جميل جدا جدا جدا، احلى من اللي بتشترى من بره مليون مره، ومتماسكه وحلوه، ولا حاطين عليها نشا ولا حاطين عليها اي حاجه خالص. هي بمجرد المكونات اللي انتوا شفتوها دلوقتي، شايفين متماسكه ازاي، وما خدتش وقت. وعلى فكره تعمليها من غير ميه سخنه ومن غير حاجه، تحطيها بس في صينيه تحتها الفوطه وتغطيها بستريتش وفوقها فوطه وتسيبها على الرخام، هتقومي برضه تلاقيها متماسكه باذن الله. ما تنسوناش بقى طبعا في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتكتبوا لي بقى بتتابعوني من اي بلد وايه رأيكم. ودي احنا عملنا النهاردة بإذن الله الزبادي البيضة، بإذن الله المرة الجاية هعمل لكم الزبادي بالفراولة، لأن ولادي بيحبوا الزبادي بالفراولة، فإن شاء الله المرة الجاية هعمل لكم الزبادي بالفراولة. هعمل لكم بطريقة جميلة جدا جدا هتعجبكم قوي. وكل سنة وانتم طيبين يا رب، وربنا يعود عليكم الأيام بخير، ورمضان كريم يا رب، يجي رمضان سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا، ومع ألف ألف سلام.